السلام عليكم. من مجموعة المنصور قلاوون بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وبالتحديد في القبة الضريحية اللي أنشأها السلطان المنصور قلاوون لنفسه عشان يندفن فيها سنة 683 هجري 1283 ميلادي. والقبة بتشبه لحد ما قبة الصخرة بالقدس الشريف، ولأن المعماري المسلم كان بيهتم بأدق التفاصيل فكان لازم يطلع لنا تحفة معمارية شاهدة على قوة عصره وتقدمه في كل المجالات، وكل شبر في المكان سواء في الجدران أو السقف والأرض فيه شغل بالغ الدقة من زخارف وكتابات بخط الثلث المملوكي. وكمان محراب القبة بيعتبر هو الأجمل في العمارة الإسلامية، والقبة بتعتبر جزء من مجموعة معمارية مملوكية عظيمة جدا بتضم مسجد ومدرسة وبمارستان، وقبة ضريحية بتعتبر هي الأعظم في العالم. والقبة مدفون تحتها 2 من أعظم سلاطين المماليك، وهم السلطان المنصور سيف الدين قلاوون وابنه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. واي حد ما زارش المكان ده فايته كتير جدا، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد من اثر جديد من اثار حضارتنا المصرية العريقة.